كما كان متوقعا، زيارة وزير الخارجية المغربي للصين تعطي نتائجها. بكين تراهن على الرباط وتختار المغرب، والتوقيع تم بنجاح. لمعرفة المزيد ابقى معنا للآخر. متابعينا الكرام، أهلا بالجميع في هذا الخبر الحصري، خبر مهم للغاية، خبر كنا ننتظره بطبيعة الحال في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة المباركة علينا وعليكم جميعا. أول شيء تحياتي لكم جميعا متابعينا الكرام، كنشكركم على الدعم المتواصل لقناتنا، كنشكركم على إعجاباتكم اللي كتخلي القناة تزيد للأمام، والتعاليق الجيدة اللي كنحاول ما أمكن نقراها كاملة واللي كتشجعنا على الاستمرار. وكذلك ما نساوش أننا نشكروا الدبلوماسية المغربية اللي كترفع الرؤوس ديالنا كاملين داخل وخارج أرض الوطن. بغيتكم تشوفوا معايا هذه الصورة هذه. أول شيء صورة مهمة للغاية، شوفوا الابتسامة اللي كتعبر على الأهمية ديال هذا الحدث وهذا التوقيع اللي غادي نتحدثوا عليه في هذه اللحظة هذه. ركزوا معي مزيان على وزير الخارجية المغربي اللي محن الخصوم، اللي عذب الخصوم، واللي كانوا كيتمناو انه ما يبقاش في المنصب ديالو، اللي تحارب بكل الوسائل، ورغما عن كل ذلك الا انه مستمر في تعذيب اعداء الوحده الترابيه للمملكه المغربيه. هذه الزياره ديال الصين تحدثنا عليها يومان للوراء وقلنا انها مهمه للغايه، وهذه الزياره هذه كانت مراقبه من طرف الخصوم ديال المملكه المغربيه قبل اصدقاء المغرب. الخصوم ديال المغرب قبل الاصدقاء كيراقبوا هذه الزياره هذه. زياره التوقيت ديالها مهم للغايه، لكن ما حدث وما تم التوقيع عليه فهو اهم بكثير. لماذا؟ يلا قلنا ان المملكه المغربيه والصين الشعبيه العلاقات ديالهم اقتصاديا، بين قوسين اقتصاديا، تطورت بشكل كبير للغايه، ومازال جاي يعني مصانع جديده، انفتاح على المملكه المغربيه، الموقع ديال الجغرافي ديال المملكه المغربيه ساعد كذلك. الزياره ديال الرئيس الصيني الاخيره للمملكه المغربيه واللقاء ديالو بولي العهد كانت كذلك عندها واحد القيمه مهمه جدا. فدابا بدات المياه كتتحرك، وبدات هذه العلاقه هذه كتاخذ نفس جديد، وبدات كتحول بواحد الشكل اللي غادي يخلي الخصوم ديال المملكه المغربيه يحتاروا، خصوصا ونحن نتحدث عن لحظه مهمه للغايه. التوقيع اللي تم في بكين هو اتفاق مهم للغايه، ماشي فيما يخص الاقتصاد، وحنا عارفين ان الاقتصاد عنده علاقه بالسياسه بغينا ولا كرهنا، الا ان كان واحد الفراغ كان خصو يتم، واحد الاتفاق كان خصو يتوقع عليه، وهذا الاتفاق هذا مهم. وانا غادي نقول لكم علاش مهم بالضبط في هذه الظرفيه هذه وفي هذه اللحظه هذه. نحن نقبل على انهاء ملف الصحراء المغربيه، وفي هذه اللحظه هذه اللي بكين اللي وزير الخارجيه المغربي كيتحرك لبكين، نبعث الشخصي للامين العام للامم المتحده راه في روسيا، من بعد ما تحرك سفير المملكه المغربيه في روسيا على اعلى المستويات. غادي نقول لكم واحد المساله، هذه الايام الاخيره بعض المحللين اللي كيطبلوا النظام الكبرانات، المحللين ديالهم كيرددوا واحد الكلمه مهمه بزاف، وهذه الكلمه ديال ان الجزائر ستبقى داعمه للمرتزقه حتى وان بقيت لوحدها. هذه هي الكلمه اللي كتردد، وهنا نقدروا نقول لكم انهم بداو كيحسوا ان العالم كله كيدعم المغرب، خصوصا فاش كنهضروا على المعسكر الشرقي وكنهضروا على الصين وكنهضروا على روسيا. كذلك واحد السؤال اللي ما لقاولوش جواب، هاد المحللين ديالهم كيتطرح عليهم واحد السؤال ما كيقدروش يجاوبوا عليه: كيف ستتعامل الجزائر في حال تم تصنيف ميليشيات البوليزاريو كجماعه ارهابيه من طرف الولايات المتحده الامريكيه؟ هذا السؤال هذا ما لقاوليه جواب، ما عندهمش ليه جواب. عييت ما نطلع على المحللين ديال الجزائر، وكل ما كيتطرح هذا السؤال شنو كيجاوبوا بان الامر لم يتم بعد، يعني مباشره بعد تصنيف ميليشيات البوليزاريو كجماعه ارهابيه ستبعثر اوراق نظام العسكر الجزائري تماما. هما عارفين هذه المساله هذه. بطبيعه الحال
بما ان المحللين ديالهم ما عندهمش رد على هذا السؤال هذا، حتى شي جواب على هذا السؤال هذا، فهنا كنعرفوا انهم دخلوا في عدم اليقين. لكن المملكه المغربيه كما قلنا والدبلوماسيه المغربيه اللي يعني تحيه لها كبيره من هذا المنبر هذا، كتعرف كيفاش تدوز من المحن ومن المصاعب. احنا عارفين وقلناها مرارا وتكرارا ان الولايات المتحده الامريكيه الان تراهن على المغرب لن تتراجع. حتى هاد المخطط اللي بغاو يضربوا به العلاقات ديال المغرب مع الشركاء ديالو الدوليين كامريكا، واللي بغاو بطبيعه الحال يجروا المغرب ليه، المغرب تعامل معاه بكل ذكاء بكل ذكاء. بالعكس كما قلنا في قلب الازمات، وهنا يعني فين كتبان الاهميه ديال الدبلوماسيه. شنو هي الدبلوماسيه؟ الدبلوماسيه اللي تعرف تستمر لك الازمات قبل من الانجازات. الا كنتي عندك انجاز راك عندك انجاز، ولكن شنو هي الدبلوماسيه؟ الدبلوماسيه هي اللي في قلب الازمه وفي قلب المحن كتعرف تستافد وتعرف تخرج لك النقاط الايجابيه. وهذا الشيء هذا اللي راه كيوقع الان، راه ماشي كنبين الدبلوماسيه المغربيه في واحد الصوره اكثر من اللي هي فيها. بطبيعه الحال كنتحدثوا على الحقائق وعلى الوقائع، وكل كلمه قلناها الا وعندنا عليها اثبات. فاش كنلقى ان الولايات المتحده الامريكيه كتغير، باغا تغير او تطمح لتغيير معاهده دوليه من اجل ارضاء مطالب المملكه المغربيه، هنا خصنا نوقفوا ونديروا نقطه. كذلك وغادي نعاود نقولها، المغرب راه ليس لوحده، المملكه المغربيه ليست وحيده، بل هناك تحالفات، هناك تحالفات. وكنقولها يعني لا في جامعه الدول العربيه ولا مع الدول الاسلاميه، كاين دول اللي تستحق تراهن عليها. ونعطيكم غير مثال بسيط يعني، وهو الاتفاق اللي توقع ما بين الصين وما بين باكستان في هذه اللحظات هذه. اتفاق مهم جدا ما يقدر يعارضه حتى شي واحد، اتفاق ديال الدفاع المشترك. يعني الاسلحه النوويه ديال باكستان اصبحت رهن اشاره المملكه العربيه السعوديه، وهذه هي التحالفات اللي خص تمشي فيها المملكه المغربيه بكل قوه، بكل قوه من الاخر. فبطبيعه الحال المغرب وكما قلت راه ماشي حيتاش امريكا كتشوف في وجهنا ما كاينش بحالو، ولا كتشوف فعلا المغرب كانت اول، المملكه المغربيه كانت اول دوله كتعترف بوحده الولايات المتحده الامريكيه. ما غاديش تقدر امريكا تنفي هذا الامر هذا، وما كتنفيهش وكتعترف به، وكل الرؤساء ديال الولايات المتحده الامريكيه كيعترفوا به، والكونغرس الامريكي كل مره كيعاود ياكد على هذه النقطه هذه. سنه 1777 يوم اعترفت المملكه المغربيه الشريفه الامبراطوريه المغربيه بوحده الولايات المتحده الامريكيه. فهذه ما غاديش يقدر يمحيها الانسان من التاريخ، مازال والكل يعترف بذلك. فبطبيعه الحال هذا امر اللي ما يقدر يبدلو حتى شي واحد، سواء كان يحب او يكره المغرب والمغاربه. فهنا بالنسبه للعلاقات ديال المملكه المغربيه مع القطب الغربي مع امريكا لا حديث عليها، لكن بقى لنا القطب الشرقي. يعني نحن نقبل على لحظه مفصليه مهمه للغايه. يعني اي تصويت داخل مجلس الامن بطريقه يعني ما كتمشيش مع التطلعات ديالنا، غادي نكونوا دمرنا كل شيء. فعندنا من جهه كما قلنا روسيا، وروسيا سفير المملكه المغربيه كان يشتغل على قدم وساق اشهر الوراء. حنا ما كنطلبوش من روسيا الكثير، والله ما كنطلبوا منها الكثير، فقط ما تعرقلناش المصالح ديالنا. عندها علاقات ممتازه مع المملكه المغربيه، عارفه الاهميه ديال المملكه المغربيه فين كاينه. حنا عارفين بان الجزائر دابا كذلك خصوم المملكه يشتغلون على قدم وساق، باغيين يجروا روسيا تستعمل حق الفيتو من الاخر، يعني باش نحطوا المتابع الكريم في الصوره. ما يطمح له اعداء الوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه في هذه اللحظه هذه هو هذا، هو جر روسيا لاستعمال حق الفيتو في اي تصويت. علاش؟ لان دابا في هذه اللحظه نظام العسكر الجزائري ما غيعرفش كيفاش يتعامل مع الامور تماما، غادي يتلف من الاخر. لان اي تاكيد على دعم مقترح المملكه المغربيه داخل هيئه الامم المتحده طويتي الملف. كنهضروا على تغيير اسم المينورسو للمانساسو، يعني للدعم تنزيل هاد المقترح ديال المملكه المغربيه باش يتفعل رسميا. كنهضروا على تطورات مهمه جدا، يعني خصنا نكونوا من الاخر في الطريق اللي غاديه فيه الدبلوماسيه المغربيه. نشوفوا اش وقع وعلاش وقعات الدبلوماسيه المغربيه مع نظيرتها
الصينية في نقلة وصفت حسب تقارير دولية بالنوعية في العلاقات المغربية الصينية. تم التوقيع على اتفاق لتعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي سنة 2016. كان صاحب الجلالة نصره الله وأطال في عمره والله يعطيه الصحة ديالو ويشافيه لينا كاملين. كان دار واحد الجولة مهمة جدا شملات كاع هاد الدول هذه، وكأنه كان يعلم ما هو قادم، وكان ليس يعني يعلم فقط بل يحضر لما هو قادم. كان كيحضر لهذه اللحظة هذه. دار واحد الجولة شملات الصين، شملات روسيا، شملات هذا المعسكر هذا، وقع على اتفاقات مهمة جدا. بطبيعة الحال اتفاقات اقتصادية محضة، لكن بقي ما هو دبلوماسي وما هو سياسي. وحنا عارفين أن الصين ضد دعم الانفصال. الصين دولة ما كتبغيش الانفصال، ما كتدعمش الانفصال، فهي عارفة أن المملكة المغربية حليف لها في هذه اللحظة هذه اقتصادي. وجب التأكيد والتنسيق على ما هو سياسي ودبلوماسي، وذلك ما تم التوقيع عليه اليوم في بكين. وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره الصيني وان غي اليوم الجمعة ببكين مذكرة تفاهم بموجبها إرساء آلية للحوار الاستراتيجي بين وزارتي خارجية البلدين. يعني واحد الحوار استراتيجي غيكون ما بين الخارجية المغربية ونظيرتها الصينية. ترتكز هذه الآلية التي تستغني الترسانة القانونية المنظمة للعلاقات بين البلدين على مضمون الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الموقع في 11 ماي 2016 ببكين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. تكمن أهمية هذا النص في غايته المتمثلة في إعادة هيكلة الحوار رفيع المستوى بين الرباط وبكين القائم على أساس الثقة، التفاهم والاحترام المتبادل، ويروم تعزيز التنسيق والتواصل بين الدبلوماسيتين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى كافة الأصعدة. ويشكل إرساء هذه الآلية المؤسساتية لبنة جديدة ضمن مسار تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين والشريكين الاستراتيجيين، وسيمكن من توطيد الروابط التاريخية بين الرباط وبكين. إذن نحن الآن نطور علاقات المملكة المغربية والصين الشعبية من ما هو اقتصادي لما هو سياسي ودبلوماسي وتاريخي. يعني أصبح من سابع المستحيلات الآن، وخا الصين حنا كنا قلناها سابقا متابعينا الكرام قبل هذا الاتفاق هذا، كنا قلنا أن الصين عمرها ما غتوقف ضد المغرب. يعني لا كاع الصين دارت، وحنا دابا الآن نقدر نقول لكم ضمننا التصويت ديال الصين لصالح أي قرار مع المملكة المغربية. وكاع إلا دارت الصين شي حاجة كان من المتوقع أنها يعني ما تصوت، ما تستعملش حق الفيتو وتصوت يعني ولا تنسحب من التصويت، يعني ما تصوتش لا بالقبول لا بالرفض. لكن الآن كونوا على يقين متابعينا الكرام أن التصويت ديال الصين غيكون إيجابي لصالح المملكة المغربية داخل مجلس الأمن. ومن يعني المتوقع جدا أن الصين في الأيام القليلة المقبلة، يعني كنهضروا على هذا الأسبوع هذا، نسمعوا يعني اعتراف جديد من عضو دائم في مجلس الأمن اللي هي الصين بمغربية الصحراء كامل على يعني التراب المغربي وعلى السيادة المغربية من طنجة حتى للقويرة. من المرجح جدا ومن الممكن جدا من بعد التطور هذا ما بين الصين وما بين المغرب. كما قلت لكم ركزوا لي غير على الابتسامة ديال السيد ناصر بوريطة في هذا اللقاء هذا، غادي تبين لكم على أن الأمور غادية على ما يرام أو على أفضل ما يرام. علاش؟ لأن مسبق وقلت هذه ماشي أول مرة. حنا عارفين أن السيد ناصر بوريطة كيعبر بالملامح ديالو، يعني فاش كيوصل لشي هدف كان دايرو في المخيله ديالو كانت دايره الدبلوماسيه المغربيه بقياده صاحب الجلاله، كانت واضعها صاحب الجلاله وعاطي اوامر ديالو على انها تحقق.
فاش كيوصل يحقق هاد الاهداف هذه كنشوفوا هاد الابتسامه العريضه، كنعرفوا ان الامور يعني وكنطمئنوا على ان الامور غاديه على ما يرام من الاخر. كنبشروا المغاربه ان الحمد لله المملكه المغربيه غاديه في الطريق الصحيح. شنو بقى لنا دابا؟ بقات لنا روسيا. اليوم ستافان دي ميستورا، ماشي اليوم، اعتذر، البارح ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحده حل بروسيا في زياره من بعد الجزائر توجه لروسيا. وروسيا كذلك بين الدول ذات المقعد الدائم في مجلس الامن اللي عندها اهميه. كذلك المملكه المغربيه، هذا هو اللي كيميز المغرب على الخصوم ديالو. المغرب كيتعاملش بداك المنطق ديال عدوي صديقي وصديق عدوي. ما كيتعاملش بهذا المنطق هذا. المغرب مخلي راسو في الحياد التام، ماشي حيت انايا مع الولايات المتحده الامريكيه غادي نوض ندير راسي في راس الصين، لا، هذه امور ما خصناش ندخلوا فيها. وكما كنقولوا الدبلوماسيه راه فن، الدبلوماسيه من الاخر راه فن. المملكه المغربيه ما عمرها وقفات ضد روسيا في هذا الشيء هذا كامل اللي وقع هاد السنوات الاخيره كامله. روسيا بطبيعه الحال كانت تراقب هذه المسائل هذه، لدرجه ان الحمد لله بما ان الولايات المتحده الامريكيه ما عمرها عرضات العلاقات ديال المغرب وروسيا، تطورات هذه العلاقات اكثر، ولقات روسيا مثلا زبون لا في القمح ديالها ولا في الغازوال ديالها المملكه المغربيه، بما انها يعني حافظت الولايات المتحده الامريكيه على هذا الحياد وما سلطتش عقوبات على من يتعامل مع روسيا. المغرب كانت عنده الاريحيه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. علاش؟ لان كذلك روسيا احتاجت المغرب في هذه السنوات الاخيره. فبطبيعه الحال وعرفنا، يعني ماشي حنا، روسيا عرفت القيمه ديال المملكه المغربيه في غرب المتوسط، عرفت القيمه ديال المملكه المغربيه سواء في غرب المتوسط او في شمال افريقيا. عرفت انها بوابه حقيقيه ديال القاره الافريقيه. دابا كننتظروا ان شاء الله على الاقل الحياد ديال روسيا باش ما تضربش هذه العلاقات ديالها مع المملكه المغربيه. روسيا عارفه، وراه قالها وزير الخارجيه الروسي سابقا، عارف بان قضيه الصحراء المغربيه كتشكل واحد الامر مهم بالنسبه للمغاربه. راه ماشي غير المغاربه كاملين، الشعب المغربي هو عارفه، وهذا مهم جدا. فاش يقولها وزير الخارجيه سيرغي لافروف، يقول لك ان الشعب المغربي نعلم جيدا ما تمثل قضيه الصحراء المغربيه بالنسبه للشعب المغربي، يعني عارف انه ما غاديش توقف روسيا ضد المصالح ديال المملكه المغربيه. صراحه تعيننا اشهر مهمه، يعني كنهضروا على 40 يوم تقريبا، ايام مهمه لنرى ما سيقع داخل مجلس الامن في هذه الذكرى 50 للمسيره الخضراء. كننتظروا خطاب النصر باذن الله. تحياتي لكم الاخوان والاخوات، كنشكركم على حسن المتابعه، على الاهتمام ديالكم، على الدعم ديالكم متواصل لقناتنا، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر وموضوع اخر. تكونوا دائما في احسن الاحوال. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.